هم طلعوا من صلاة العشاء في ماسكين علم القاعدة، ففي عيل ماشي، فبعدين قال لهم يا جدعان ده يعني امسكوا علم مصر وتظاهروا زي ما انتوا عاوزين. طلع شيخ بطبنجة حلطه ايه بطوز الطبنجة في دماغه وراح ضرب طلقتين في الهواء. المهم الولد جرى، فعيال جروا وراه من قلب التوحيد. جروا وراه فضلوا يضربوا فيه لحد ما الولد اتعور. الواد ده من علي، فراح جاب كام واحد وبتاع، فاجى هنا راحوا ضاربين عليه بالمقاريط وضربوا عليه بالطوب والازايز وبتاع، حتى بتكسير الازايز قدام هنا وكل حاجه موجوده تبقى واضحه. فالمهم اجى الناس استدعوا بالشرطه والجيش اجوا، فطبعا ضربوا عليهم بالخرطوش، ضربوا عليهم بالطوب المولوتوف، بس المولوتوف يعني ما كان مطفي يعني بامانه يعني، بس والنسوان بقت تشتم وتهتف وبتاع، فاجى الجيش ضرب طلقتين في الهواء. فالمهم هم جرم، هم من عندهم في عيال من علي ضربوا نار، صار في واحد مات من بتوع علي، مش اكيد يعني من بتاع علي من الاخوان يعني، مش اكيد قوي يعني. فالمهم لما اجى الجيش ضرب نار خدوا بعضهم ومشوا، طلعوا عند البنزيمه اللي قدام ضربوا في بوكس وضربوا عسكري وناس ماشيه في حالها. فهو الموضوع اللي حصل ان الجيش حصر المكان هو والشرطه، حصر البتاع جوه. هنا في علامه رابعه هتدخلوا برضو تصوروها دلوقتي، علامه رابعه والشيمه للسيسي والفريق صدقي والجيش والشرطه واللي هم عملاء ومش عارف ايه، بس جوه في قلب المسجد. طب والقرار اللي اخده سياده المحافظ والحاكم العسكري؟ سياده المحافظ والحاكم العسكري هم دلوقتي القرار اللي خدوه هم مش هيسيبوا المسجد خلاص، وهيكتبوا بكره جايه من الحي، جاي من الحي دلوقتي، يمكن يجوا دلوقتي ان شاء الله هيدينوا الحاجات اللي مكتوبه على السور ولا على العماير. وهم يعني الحمد لله دي خطوه منهم حلوه، وكانت الخطوه اجت متاخره، كانت الخطوه دي من بدري، بس بامانه احنا نشكر الجيش أو والشرطه برضه، بس احنا نشكر برضه العقيد هاني اللي قام بالموضوع اللي حصل دون، ونشكره يعني. هو راجل بامانه يعني راجل محترم، والظباط اللي معاه سوا صغير سوا كبير ابو بالمجهود الجامد اللي حصل ده. احنا ما كناش الا التوحيد كان متهيألي عمره هيفضل، وما شاء الله هي من طلقه ضربت في الهواء واحده كله جرى بس كان بيتعاملوا بقى بالطوب والازايز وبتاع وربنا يسهل ان شاء الله. الايام الجايه هتبقى حلوه ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله برضو انتوا تدخلوا جوه المسجد تصوروا الحاجات، برضو كانوا بيستعملوا المسجد بحاجات برضو حاجات وحشه، تدخلوا برضو تصوروها دلوقتي وهوريها لكم انا دلوقتي حاليا.